السلام عليكم. معكم ياسين بليلة. آه، حاصل على دبلوم ديال لاباتيتو. دفعت فمباراة وطنية، مباراة وطنية للتنمية البشرية. و تنصت صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي اعطاني هاد المساعدة. تنصت السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة جدا أكمل. تنصت المنسى السبب لا ابتدى مدام أمال بالصلاة تنصوها بالصف لدائما إنسان دائما الأمانة. تنصر العائلة ديالي، تنصر المدعمين، تنصر جنوب الخفا، جنوب الخفا اللي سهوا معايا. تدوت المساعدة. أول حاجة تنشر جمعية من أخف وضعيات الإعاقة اللي تخلص من عندهم. بس ندير المشروع اللي هو باش نعطوا الرسالة إلى الشباب إنهم إنهم يديروا مشاريع بحال هادي. المشاريع غير غير حاجة بسيطة باش نعطوا واحد الرسالة إلى المجتمع بأننا قادرين نديرو مشاريع بحال هكا. مشروع صغير. تنسمح إن شاء الله ندير مشروع بحال هذا كبير إن شاء الله. ندير مشروع ديالي وطنيا لما لا دوليا ان شاء الله. بس تنسمح ان شاء الله. وسنستطيع السيد عامل صاحب الجلاله على عماله انت تكملوا. وسنستطيع صاحب الجلاله وسنستطيع المنتج الشباب المدعمين. وسنستطيع السيد رئيس المجلس لدائما دعمنا. وسنستطيع الشباب وسنستطيع المنابر الإعلامية لدائما حاليا على القوة. السلام عليكم. معكم حسين سعيدي، صحفي من ذوي احتياجات خاصة. اليوم جينا نحضروا هذا المشروع هذا المتميز، المشروع ديال الأخ الصديق ياسين بليلة. هذا المشروع هذا اللي كنشكو منصة الشباب وكذلك مجلس عماتي سكانت منه، وكذلك الشركاء المساهمون في إنجاح هذا المشروع هذا المتميز اللي كتشوفوا مشروع متميز اللي حضروا ليه مجموعة من المسؤولين، على رأسهم السيد الباشا، ورأسهم السيد قائد الدائرة الثانية، وكذلك السيد المدير ديال التعاون الوطني، وكذلك الفاعلين الجمعويين، وكذلك اطر جمعيه السلام من ايد مجموعه تبارك الله عليهم. اللي كنشكر من جهه الشكر. كنشكر الرئيس ديال جمعيه السلام اللي حتى هو اللي جمعيته هي اللي كان الاخ ياسين اللي كان دوز عندهم، شد عندهم ديبلوم ديال لا باتيسيري وتبارك الله تخرج من عندهم. وكنشكر كاع المنابر الاعلاميه اللي حضروا وكبروا هذه الافتتاحيه المتميزه. تنميت، شكرا لكم.